عارفين شنو كيتسنانا، المسؤوليه اللي تابعنا الشعب المغربي اش كيتسنى. المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطيو واحد الثقه وواحد الدعم. Ouais, parce que d'abord غندخلوا في واحد الكومبيتيسيون اللي جديده. دابا تربح تو كونتينيو، تخسر تدخل الدار. واش الخوت معكم البوكا فيديو جديد في قناه هي مروجه. كاملين كنتفرجوا في الكوب دافريك هاد الساعه وكنعرفوا انها كوب تاريخيه وقعوا فيها بزاف ديال المفاجآت وشفنا بزاف ديال النتائج وبزاف ديال الاحصائيات اللي كانوا طالعين هاد السنه، وكانت الكره ديال بصح والمنتخبات القويه هي اللي طلعت. كاع المنتخبات الكلاسيكيه اللي كنعرفوهم عبر التاريخ وهاد السنه ما عندهمش منتخب تعذبوا باش طلعوا، مقابل كنشوفوا منتخبات صغيره ولكن عندها نيفو واعر وعندها لعابه محترفين على اعلى مستوى. وانا كنعتبر هذا الكوب دافريك الافضل عبر التاريخ. عندنا 16 منتخب فيهم منتخبات اللي شاركوا جوج ديال المرات في التاريخ ديالهم في الكوب دافريك، وكنشوفوهم كيديروا مستويات رهيبه، وما نقدروش نقولوا على شي فرقه من هاد 16 انها فريق ضعيف دون المستوى. كاينين فرق اللي كنعتبرهم انهم فرق جديده على الكوب دافريك ولكن طيروا منتخبات قويه كالجزائر كتونس كغانا. قبل ما نبداو الفيديو عطيونا شي لايك وشي كومنت. الكومنت غادي يكونوا فيه التوقعات ديالكم على الفرق اللي كتظنوا غيطلعوا للربع النهائي. عندنا 16 منتخب، نشوفوا شكون هما هاد 16 منتخب عاد ندوزو المقابلات ونعطيكم التوقعات ديالي. انغولا، ناميبيا، نيجيريا، الكاميرون، غينيا الاستوائيه، غينيا، مصر، الكونغو، موريتانيا، الراس الاخضر، السنغال، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو والمنتخب العريق المغرب وجنوب افريقيا. المقابله الاولى كتجمع ناميبيا وانغولا. انا كنرشح انغولا لان ناميبيا هي اضعف منتخب في هاد 16 اللي كاينه، دازت هي بالدفاع ديال تونس والضعف ديال. المقابله الثانيه كتجمع بين قطبي الكره الافريقيه اللي كنعرفوهم تاريخيا، تجمعوا في ثلاثه ديال المقابلات النهائيه كاكثر جوج ديال المنتخبات لعبوا مع بعضياتهم في الفينال. وكاع النهائيات اللي لعبت فيهم الكاميرون مع نيجيريا كان كيكون ربح للكاميرون. الكاميرون ونيجيريا اباطره كره القدم الافريقيه، دوزوا العديد من اللاعبين الاباطره كراشيديا كينيكا، اوكوشا، مبوما، جيريمي جيتوب، صامويل ايتو الاسطوره. ولكن في هذه الاواخر ما بقاتش كتعجبني نيجيريا والكاميرون وغانا. علاش؟ لانهم فيهم لاعبين كبار في الفرق ديالهم، كيجوا للمنتخب ديالهم كيبداو يتنزعوا عليهم ديال بصح. ولينا كنشوفوا ان المستويات ديال اللعابه ديال هاد المنتخبات كيحسوا براسهم انهم كبر من المنتخب ولا غيعطيو شي قيمه اكثر من اللي عطاو هاد اللعابه اللي ذكرت كراشيديا كينيكا، اوكوشا، كاكالو، صامويل ايتو، جيريمي جيتو، مبوما، سونغ المدرب. لاعبين اباطره في الكوب دافريك واباطره في الفرق ديالهم وداو العديد من البطولات وكانوا كيفرجوا في الدوريات الاوروبيه. اللعابه اللي كنشوفوهم كيلعبوا دابا في الكاميرون، غانا ونيجيريا كيطنزوا على المنتخبات ديالهم. الا جايين لشي كوب دافريك ولا شي مقابله في افريقيا بحال كتحس بهم جايين غير يدوزوا الفاكونس ويرجعوا للفروق ديالهم. التوقع ديالي لهاد المقابله كنرشح الكاميرون، واخا دازت هي بالدفاع ولكن كنعرفوا ان الكاميرون في 2017 دازت هي بالدفاع ديال بصح وفي التالي دات لاكوب. المقابله الثالثه غينيا الاستوائيه مع غينيا، الخبره مع الجماليه ديال كره القدم. غينيا الاستوائيه من الفرق اللي لعبات كره جميله في هذا الكوب دافريك لحد الساعه. غينيا بالتاريخ ديالها والخبره ديالها كنرشحها. هذه المقابله كنرشح فيها غينيا. التاريخ والخبره هي اللي غادي تحكم في هذه المقابله. كنظن المسار ديال غينيا الاستوائيه غيسالي هنايا. سمحوا لي بزاف. المقابله الرابعه بين المنتخب التاريخي منتخب الفراعنه، دوز العديد من الاجيال والعديد من اللعابه اللي كنعتبرهم اساطير في كره القدم الافريقيه. مصر احسن منتخب افريقي، الحاصل على 7 ديال لي كوب دافريك، اكثر منتخب فاز بالكوب دافريك، اكثر منتخب ماركا في الكوب دافريك، اكثر منتخب ربح في الكوب دافريك، اكثر منتخب لعب مقابلات في الكوب دافريك. ولكن في هذه الدوره غيسالي المسار ديالو. في هذا الدور غادي يتقصى ضد الكونغو، ماركاو عليه 6 ديال البيوتا بلا ضربه جزاء بلا ركنيات بلا ضربة خطأ. لعب مفتوح، كنظن المدرب ديالهم كيلعب لعب مفتوح اكثر من القياس. والمنتخب المصري تاريخيا كنعرفوا انه اهم منطقه عنده هي الدفاع، كيزير الدفاع، كيجيهم شي خطا من لادفيرسير كيماركيو. ما كنظنش انهم ما غيستقبلوش اهداف ضد الكونغو عندها واحد الدفاع اللي مزيان، واخا تعادلوا 3 ديال التعادلات ولكن المنتخب الكونغو كنظن غادي يمشي بعيد في هذا الكوب دافريك. المقابله الخامسه الراس الاخضر مع موريتانيا، الكره الجميله مع لاغرين
غرينتا ديال المرابطين. كاملين شفنا المقابله اللي دارت موريتانيا ضد الجزائر ولا غرينتا اللي لعبات بها. راس الخضر كتلعب واحد الكره جميله، تعادلت الدوزيام ايكيب مع مصر وقصات غانا طالعه ب7 ديال النقاط. بجوجهم عندهم ثاني مشاركه في الكوب دافريك. موريتانيا هذه هي المشاركه الثانيه على التوالي. في هذه المقابله كنرشح الكاب فيرد. الكاب فيرد تتلعب واحد الكره جميله. موريتانيا كنظن ان كاع المنتخبات اللي غيلعبوا ضدها دابا غيلعبوا وهما مركزين وعارفين ان موريتانيا عندها واحد اللعب جميل. كاب فيرد غتلعب مقابله جميله مع موريتانيا وغادي تربحها، ولكن كاب فيرد في المقابلات الجايه غتبدا تلقى منتخبات قويه وكيعرفوها، حيت المقابلات اللي لعبات الكاب فيرد في بروميير تور كانوا كاملين المنتخبات ما كيعرفوهاش كيفاش دايره. يهودوا يلعبوا في تيرانا ولكن كتباغتهم الكاب فيرد، لهذا جابت 7 ديال النقط. المقابله السادسه احسن مقابله في الكوب دافريك لحد الساعه، كوت ديفوار مع السينيغال. كنا كنرشحوهم قبل البطوله بجوج. السينيغال طلعت ب9 ديال النقاط، المنتخب الوحيد اللي طلع ب9 ديال النقاط. كوت ديفوار فاش ربحات المقابله الاولى ديالها ب2-0 كلشي ولا كيرشحوا، كنظنوها انها كاملين غادي تمشي بعيد. صدمنا ملي خسرات 2 ديال الماتشات. كمغاربه عتقناهم من الموت ولكن صيفطناهم يموتوا بطريقه اجمل. في هذه المقابله كنرشح الكوت ديفوار. ما يمكنش تكون شي كوب دافريك ولا شي دور بدون مفاجآت. جمهور الايفواري تصدم ملي خسرات المنتخب ديالو في ارض بلادو في البلاد ديالو ب4-0 مع غينيا الاستوائيه. المنتخب الايفواري غيبدل التكتيك ديالو، غيبدل اللعب ديالو، غيبدل الفكره ديالو اللي عنده. منتخب كوت ديفوار منتخب قوي ماشي ضعيف، فريمون كان عندهم جروب صعيب ما كانش ساهل، ولكن تأهلات في التالي الكوت ديفوار. في هذه المقابله كنرشح الكوت ديفوار على حساب السينيغال. نهايه السينيغال على يد كوت ديفوار. المقابله السابعه بوركينا فاسو ومالي. هذه المقابله كنظن غادي تشوفوا فيها القوه البدنيه والتفرشيخ بين المنتخبين. بجوجهم كيلعبوا واحد الكره جميله، في نفس الوقت الكره الافريقيه الاصيله. هاد الجوج ديال المنتخبات ما تفرجش فيهم الصراحه مزيان، شفت اكثر من 60 دقيقه للطرفين في الدور الاول. كنرشح مالي بالخبره ديالها واللاعبين اللي فيها. وصلنا للمقابله الثامنه، اجمل مقابله واعظم مقابله واحسن مقابله في العالم. المغرب الرابع كاس العالم، احسن منتخب افريقي، مرشح الاول فوق العاده، والمنتخب العقده بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب الوحيد اللي فاز على المغرب في السنه الماضيه جنوب افريقيا منتخب سان داونز، فيه 8 ديال اللعابه كيلعبوا فريق واحد، فريق سان داونز. كنعرفوا الركراكي انه ربح سان داونز ديجا. بيرسيتاو عندهم الوسط الميدان من سان داونز، يعني لاعبين مع منتخب جنوب افريقيا سان داونز، نديروا تحت منها سان داونز. شكون كنرشح المنتخب المغربي. منتخب جنوب افريقيا منتخب كيلعب بالكره، كيلعب الكره المفتوحه. منتخب المغرب وكذلك كيلعب الكره المفتوحه، كيلعب كره جميله. المنتخبين بجوج كيلعبوا كره اوروبيه جميله. غادي تشوفوا احسن مقابله في الدور الاول من الناحيه الجماليه والاستمتاع، والمنتخب المغربي غادي يربح ان شاء الله. حتى التوقعات ديالي كاملين. كنتمنى من اي واحد شاف الفيديو وصل لهنايا من الفيديو يعطيني التوقعات ديالو، شكون غادي يدوز، اللي عنده ثقه في نفسه يقول لي التالي سكور ولا واش بلانتيات ولا اشواط اضافيه. حيانا الله تعشنا احسن كاس العالم في التاريخ، حيانا الله في السنه المواليه نعيشوا احسن كوب دافريك في التاريخ. كنتمنى مرور المنتخب المغربي، وان شاء الله غادي نعطيكم التوقعات ديالي في ربع النهايه وفي نصف النهايه. ديروا شي لايك وشي كومونت ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس.